الغيرة بتيجي من شعورين مهمين قوي، هم أصل المشاعر كلها، يا من الحب يا من الخوف. فاللي بيفرق بين الغيرة الطبيعية أو الغيرة الغير طبيعية هو الدافع والأثر، والإنسان محتاج يكون صادق مع نفسه شوية عشان يعرف الدافع. الغيرة اللي جاية من حب جاية من اهتمام بالشخص اللي قدامي، جاية من طمعي في الوقت الحلو اللي بينا، جاية من اطمئناني عليه، محورها الشخص اللي بحبه فعلا، وبالتالي بيبقى اثرها على الشخص اللي قدامي انه حاسس باهميته، حاسس انه مش متاخد فور جرانتد، بتطلع في هزار لطيف، فاثرها طيب عليا وعلى اللي قدامي وعلى العلاقه. ولكن الغيره الغير صحيه او اللي بتخنق دي جايه من حته تانية خالص، دي جايه من خوف، جايه من عدم امان، جايه من خوفي من الاحتفاظ بمكانتي او ان انا اخسره. محورها انا، مش محورها الشخص اللي قدامي. وبالتالي سبحان الله علشان التصرفات بتبقى في معظم الأحيان مطابقة للشعور، لما الغيرة بتيجي من حب بتوصل بحب، لكن لما بتيجي من خوف بتوصل بخنقة وبعكارة وبتملك وبفرض سيطرة مش في محله. وبالتالي أثرها بيبان جدا برضو عليا وعلى الإنسان اللي قدامي، سواء صديق أو شريك حياة أو أب أو أم، وعلى العلاقة بينا. العلاقة بتبدأ تفقد كتير من مصداقيتها، من الصراحة اللي فيها، من الأمان اللي فيها، عشان أنا مش عارفة أتعامل مع الخوف اللي جوايا أو أقدر أشوفه كويس.